أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا. أدعوكم في البداية إلى الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، وإلى تفعيل جرس الإشعارات للتوصل بكل درس نضعه على هذه القناة، ولا تنسوا التفاعل كذلك مع هذا الدرس والتعليق عليه. درس اليوم هو النص القرائي الحلقة لصاحبه حسن المنيعي من كتاب الرائد في اللغة العربية، الصفحة 175، وهو خاص بالسنة الأولى إعدادي. نبدأ على بركة الله بعتبات القراءة أو المؤشرات النصية أو المؤشرات الأولية، وهي الصورة، بحيث تظهر ساحة مفتوحة يجتمع فيها الناس في شكل حلقة وسطهم شخص أو أشخاص يؤدون أدوارا فنية معينة. مجال النص ومجال فني ثقافي. ما نوعيته؟ فهو عبارة عن مقالة تفسيرية. بالنسبة للعنوان، ورد كاسم مفرد معرف بال، ويقصد به الشكل الدائري الذي يشكله جمهور من الناس في فضاء مفتوح لأمر ما. حديث هنا عن الحلقة. بداية النص تحدد مفهوم الحلقة كتظاهرة فنية، أما نهايته فتؤكد على أن الحلقة هي نواة للمسرح. من كل هذا يمكن أن نصوغ فرضية على الشكل الآتي، حيث نفترض أن موضوعه أو موضوع النص يتناول ظاهرة فنية تتمثل في فن الحلقة. قراءة توجيهية، ونبدأها بشرح الكلمات أو المستغلقات المؤدين، أي الرواة والممثلين، الدرامية المسرحية، الارتجال، الإلقاء العفوي دون سابق تحضير، سرد، حكي أو قص. النوادر قد تعني الطرائف أو الأخبار النادرة. الإيماءة، الإشارة. يعج، يمتلئ. يرتاده، يزوره. يمتزج، يختلط. فدة، عظيمة. البؤرة، النواة. بالنسبة للفكرة العامة، فالحلقة ظاهرة فنية عريقة تمثل نواة التعبير المسرحي بالمغرب. ننتقل إلى القراءة التحليلية، ونبدأها بدراسة المعجم، معجم الكلمات الدالة على المعجم الفني الثقافي. عندنا تظاهرة فنية، المؤدجين، الجمهور، المرح، الدراما، اللاعب، الارتجال، الضحك، التراث الشعبي، سرد، الحكايات، النوادر، ممثل، جوال، فن القص، الإيماءة، الحلقة، الفنانين، مهارات فنية، الحكي، ألعاب بهلوانية أو سحرية، إلى آخره من الكلمات. بالنسبة للأفكار الأساسية ومضامين النص، عندنا من بداية النص إلى الحلقة. الحلقة تظاهرة فنية تجمع بين الممثل والجمهور، وتستقي مادتها من التراث الشعبي. الفكرة الثانية، الحلقة فضاء للعب والمهارات الفنية الحركية والموسيقية والإيقاعية وفنون القول من الواقع والخيال. أخيرا، الحلقة نواة فن المسرح، يعني أساس فن المسرح. عناصر فن الحلقة من المادة الفنية، وغالبا ما تستقي من التراث الشعبي. ثم عندنا الجمهور، جماعة من الناس في أعمار مختلفة. وعندنا الراوي الذي يؤدي الحلقة، وهو السارد والبطل والمنشط والشخصية الرئيسية. عندنا الإيقاع، أي الموسيقى التي تصاحب الحلقة. ثم عندنا الحكي، سرد الحكايات والقصص والنوادر والأخبار والطرائف. وعندنا الحركة، وهي الألعاب التي قد تكون أحيانا بهلوانية ورقص إلى آخره. وعندنا المكان، وهو الساحة أو فضاء مفتوح. بالنسبة لأسلوب النص، اعتمد الكاتب في مقالته أسلوبا تفسيريا وظف فيه أولا تعريف الحلقة، ثم التمثيل ضمن نماذج مجموعات وشخصيات فنية تشتغل في فضاء الحلقة، كعبيدة رما، أولاد حميد موس، ثم القرات، ثم جوحة، ثم جحجوح، ثم حديدان، بساط والبقشيش والمسيح وآخر. والاستنتاج، الشاهد قول الكاتب، ومن ثم اعتبرت الحلقة. مقصدية هذا النص، فهو يهدف من الكاتب منه إلى وصف ظاهرة فنية وثقافية متجدرة في المجتمع المغربي، وهي الحلقة والتعريف بها. شكرا على متابعتكم. إذا كان هذا هو نص حسن المنيعي بعنوان الحلقة، وإلى درس آخر إن شاء الله. أتمنى التوفيق للجميع.